السلام عليكم. اليوم الاثنين فاتح يناير 2024. الحلقة 330. لافير ديال اسكوبار ديال الصحراء. اولا كنقدم لكم التهاني ديالي بالمناسبة ديال السنة الجديدة 2024. سنة سعيدة علينا وعليكم. فهاد هادي واحد 10 أيام فرقعات واحد لافير في الدار البيضاء ديالت ما سمي بإسكوبار ديال الصحراء. اسكوبار ديال الصحراء. هاد لو بارون الكبير ديال الدروغ في المغرب الموجود حاليا في السجن ديال عكاشة، بعد ما كان في هاد الايام الاخرى في السجن ديال الجديدة. هاد لو بارون ديال الدروغ القوية الاصل ديالو من مالي، الاب ديالو ماليان والام ديالو مغربية من مدينة وجدة من الشرق. هاد البارون ديال الدروغ كبر في المناطق ديال البادية، ما قاريش. كان كيسرح الجمال واحد النهار تلاقى مع واحد الفرنسي تالف في الصحراء. غادي هذاك الفرنسي كان مشارك في لاكورس ديال باري داكار وتوضر في هذيك الصحراء. غادي يتهلا فيه وغادي ينقضو. هذاك النصراني باش يجازيه عطاه هذيك السيارة ديالو ديال لاكورس ديال باري داكار، ومشى في حالته داك النصراني لفرنسا. هذيك السيارة اللي بقات عنده هاد لو بارون ديال لادروغ باع هذيك السيارة وخلى شوية الفلوس اللي غادي يقدوه، وصيفط شي لاخر لهذاك الفرنسي في البلاد ديالو.
هاد لو جيست اللي دار دخل القلب ديال الفرنسي بزاف، باش غادي يقرر باش يبقى يتعاون معاه، يصيفط ليه الطوموبيلات من فرنسا، وهو يبيع ويشري فيهم في المغرب وفي البلدان الإفريقية. من بعد هاد التجارة ديال السيارات غادي يتعاطل، ملي عرف من يدخل ويخرج في الديوانة وفي الإدارات، غيبدا كيتعاطى الذهب في الأمور ماشية مزيان. ومن بعد الذهب غادي يتلاح لا كونتربوند ديال لا دروغ، غادي يمشي لأمريكا اللاتينية وغيدير معارف تما، وغادي يبقاو يصيفطوا ليه لا كوكايين وهو يتكلف بها في المغرب، يصيفط منها لأوروبا وتصيفط منها الجزائر وتونس ومصر وليبيا وهاد الدول القراب، وصيفط منها إفريقيا من موريتانيا ومالي حتى لإفريقيا كاملة. هاد التجارة بدا كيدير فيها في جويه 2008 2010. كان تيخصو في المغرب لي زابوي على شي تكة، غادي يتعارف مع المقاول بيوي من مدينة وجدة، وغادي يتعارف مع سعيد النصيري الرئيس ديال الوداد البيضاوي ديال كرة القدم. هاد سعيد النصيري اللي كان رئيس ديال الوداد البيضاوي الأصل ديالو من زاكورة في النواحي ديال ورزازات، عمرو ما قرا في المدرسة، جا صغير من زاكورة، جا للدار البيضاء عنده واحد ولد عمو بقى كيتعامل معاه وبقى كيتلاوح في الصغر ديالو، ما خلا ما دار، تيبيع الزريعات تيبيع كاوكاو، ما خلا ما باع. هاد الاسم ديال سعيد النصيري ما كان تيعرفوه حتى شي حد، حتى السنوات ديال 2008 2010 فاش غادي يكون في الكوميتي ديال عبد الإله أكرم اللي كان بريزيدون ديال الوداد في هذيك المدة، غيبقى معاه، كان معاه فيس بريزيدون. من بعد داك لو سكوندال ديال عبد الإله أكرم اللي فاش كانوا تيقولوا ليه أكرم ارحل، ما خلو فين كتبوها في الحيوط ديال المغرب كامل، غادي نخرج من لا بوتيت بورت
غادي يخلي البلاصة لو فيس بريزيدون هو سعيد الناصري. سعيد الناصري في هذيك الوقت من 2008 من 2008 و2010 حتى لديك الوقت فاش كان في الكوميتي ديال أكرم، كان هو كيدير لا كونتربوند مع اسكوبار ديال الصحراء. لا كونتربوند بالطوان، الكوكايين كتجي بالطوان المغرب، والحشيش كيجي بالطوان 40 طون 80 طون. الحشيش كانوا كيصيفطوه 4 خطرات في السنة. منين جا سعيد الناصري، منين تعين كرئيس ديال الوداد البيضاوي، غادي يدور به الناس ديالو، الناس ديال لا مافيا ديالو، وغادي يبدا كيمشي الوداد البيضاوي بحال اون افير بيرسونيل، تيمشيها بحال لا مافيا، تيخسر عليها الملايير وكيدخل من موراها الملايير. من نهار اللي فاش تعين هو كرئيس ديال الوداد البيضاوي في السنة ديال 2013 2014، هو الرئيس اللي دا لو بليس دو تيتر الوداد. دا لي تيتر ديال الشامبيون ديال المغرب، دا لي تيتر ديال الشامبيون دافريك، هاد لي تيتر اللي دا مهمين بزاف. فهاد القضية ديالو منين تفضح امام الوكيل، امام الوكيل العام، حط ليه واحد السؤال على واحد 2.5 مليار اللي تفيرسات في الحساب ديالو اللي في لابنك في 2018. وهو جاوبو بأنه هو هاديك 2.5 مليار تفيرسات في الحساب ديالو لأنه هو اون طونكو بريزيدون ديال الوداد كان باع اللاعب بن الشرقي اللي الأصل ديالو من فاس، باعو الهلال السعودي ب5 مليار، والهلال السعودي فيرسا 2.5 مليار في لو كونت بونكير ديال الوداد، و2.5 مليار في لو كونت بونكير بيرسونيل ديال سعيد الناصري. يعني هاد 2.5 مليار خطفوهم سعيد الناصري من الخزينة ديال الوداد. في هاد الكونترا ديال بن الشرقي، هنا هو الأصل ديالو من فاس، كان كيلعب في المغرب الفاسي. في الكونترا ديالو
ما بين المغرب الفاسي والوداد البيضاوي، كان إلا جاب الله تباع بن الشرقي للخارج، غادي يخص المغرب الفاسي يدي النصيب ديالو اللي هو 20 أو 25%. والنصيري باش ما يخلصش المغرب الفاسي هذيك 20 أو 25% ديالو ديال المغرب الفاسي، غادي يخطف من 5 الملاير ديال البيع، غادي يخطف منها 2 ديال المليار ونص غيديهم في الحساب ديالو، وغادي يقول المغرب الفاسي بأن هو بن الشرقي تباع غير ب2 المليار ونص. هاد القضية دارت واحد الضجة كبيرة في 2018. المغرب الفاسي ما خلى ما دار والو، تيقول ليه بأن هو هذاك هو الثمن ديال البيع. شي 2 ولا 3 سنين والمغرب الفاسي ما خلى فينا بلاصة مشى. في الاخر غادي يقبل بداكشي اللي عطاه النصيري، سعيد النصيري. هاد القضية كنا كنظنو بأنها هي انتهت في 2018، ولكن منين تفرقع هاد السكوندال في اخر السنة ديال 2023، هاد القضية ديال بن الشرقي غادي تعاود تحيا من جديد. كنظن الى المسيرين ديال المغرب الفاسي ما غاديش يسكتوا على هذا الموضوع، غادي ينوضوا باش يطلبوا بالحق ديالهم. هذه قضية كتهم المغرب الفاسي. هذا سعيد النصيري منين كان مع هذاك البارون ديال المخدرات، بدا معاه من 2008 2010 حتى 2015. 2015 هذاك البارون ديال المخدرات غتوقع عليه مشاكل في موريتانيا، وغادي يشدوه بواحد لا كروند فواتير دو لوكس فيها 3 طن ديال الكوكايين، وغادي يحكموا عليه بالسجن. ولكن مع المعارف اللي عنده ما غاديش يطول بزاف في السجن، غيدوز فيه 4 سنوات. في هاد المدة فاش كان في السجن عندهم ملي كان في المغرب كان معارف مع شخصيات كبيرة في المنطقة ديال الشرق. كان معاه هذاك مول لونتربريز بيوي اللي كتسمى اونتربريز بيوي ترابو. هذا واحد الرجل ملياردير تيسوى المئوات ديال الملاير. انه لونتربريز اللي عنده هي اللي كدير خدامي كبار ديال ترابو بوبليك.
كدي لي باراج، كدي لي القناطير الكبار، كدي لوطوروت، كدي لي كرون ترابو. وهذا بيوي هو الرئيس ديال المنطقة ديال الشرق، هو الرئيس ديال المنطقة ديال الشرق. والمنطقة ديال الشرق هي اللي كانت فيها لابتيت فيل ديال السعيدية، اللي فيها مناطق ديال السياحة. فهذا لو بروجي ديال السعيدية، هاد البارون ديال المخدرات غادي يشري واحد العدد ديال لي زابارتمون دو لوكس، وغادي يدير واحد لانفستيسمون كبير في ليموبيليي في مدينة وجدة، وغادي يدير واحد لانفستيسمون كبير في مدينة الدار البيضاء. في ليموبيلي. هاد المشاريع اللي كانت عند هاد البارون ديال المخدرات في ليموبيلي في المغرب، بالاخص في المناطق ديال الدار البيضاء وديال وجدة، غادي يعوم عليهم بيوي، غادي يعوم على المشاريع اللي كاينه في وجدة ديال هاد البارون. وسعيد النصيري غادي يعوم على المشاريع اللي كاينه عند البارون ديال المخدرات في الدار البيضاء والنواحي ديالها. وهكذا غادي يرجعوا هاد المشاريع، مشاريع كبيرة ديال ليموبيليي وديال السياحة، غادي يرجعوا ملكية ديال بيوي وملكية ديال سعيد النصيري. سعيد النصيري بالتسيير ديالو ديال لا مافيا اللي دار في داخل الوداد الرياضي لكرة القدم، غادي يشري واحد العدد ديال اللعابة افريقيين وغادي يعود فيهم البيع. وغادي يبقى يبدل في لي زونترينور، يسون فوتي د لارجون. هو كان تيخسر، تيحرق الملير وكيدخل الملير. هذه 5 سنوات سعيد النصري ما دار حتى شي جمع عام سنوي ديال الوداد البيضاوي. 4 سنين الاخرى كلها تيمشي غير هو بوحدو بلا ما يتشاور مع حتى شي حد. وهذوك لي زونترينور اللي كان كيبدل، ودوك اللعابه اللي كان جاب المغرب، اللي كان جاب من افريقيا الوداد البيضاوي، وصفتهم في حالتهم كلهم كانوا داعيينو، كل واحد اش كيتسال. هذاك الشيء ما كانش تيخلع النصيري، لان هو عنده المدخول كتير عنده. المدخول ديالو في واحد على حساب
لي فيرمون بونكير اللي كانوا كيجوه في واحد المدة ديال 20 يوم دخل فيها أكثر من مليار الحساب ديالو البنكي. والميزانية ديال الوداد في هاد السنين الأخرى كانت فيها على الأقل 10 ولا 12 مليار في السنة. حاليا ما فاش تقبض سعيد الناصري في السجن الوداد البيضاوي دعاو اللي عنده في الفيفا تقريبا تيساويو كلهم 6 المليار. ولا بغى رئيس اخر يدخل باش يمشي الوداد خصو يخلص هاد 6 المليار، وخصو يحط على الاقل واحد 3 ولا 4 المليار كوم فون دو رولمون. هادشي فين غيتلقى الله اعلم. حقيقة النصيري كون ما دخلش السجن هادشي ما يخلعوش. وفي هذا الأسبوع كانت واحد الدعوة ديال الضرائب ديال لو فيسك، كانوا طالبين لا سيزي ديال لي كونت بونكير ديال الوداد ديال الشركة ديال الوداد. عطاتهم المحكمة هاد السيزي في هاد الأسبوع، ولو فيسك كيطالب تقريبا بأكثر من 10 المليار اللي كيتسال الوداد. هذه قضية أخرى. سعيد ناصري من دخل السجن ديال عكاشة تلقات دعاية بأنه هو كانت عنده واحد لابارتمون في المعارف اكستونسيون، كان تيقصر فيها هو والأصدقاء ديالو، وكان تيقصر كذلك في هذيك الفيلا اللي كتساوي حاليا 11 مليار اللي كانت ديال البارون ديال المخدرات ورجعات ديال سعيد الناصري. هادشي هاد القضية دابا عاد بدات، وراه في البداية ديالها رحنا عرفنا في هاد الأسبوع ديال السجن في عكاشة عرفنا بزاف ديال الحوايج. وعلمنا بأنه هو سعيد ناصري إلى رونفوي كاع المحاميين اللي كانوا غيدافعوا عليه. علاش؟ الله أعلم. كيدافع على راسو بوحدو، ربما غيدير محاميين اخرين، ولكن المحاميين اللي كانوا معاه كلهم إليزا رونفوي. هاد القضية فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي يبانو في هاد الأيام، وغتكون حلقة أخرى على هاد القضية ديال البارون ديال إسكوبار ديال الصحراء، أولا حلقات أخرى. حنا دابا غير في الأول ديالها، حنا وصلنا لهاد النتائج.
غادي نوقف هنا هاد الحلقة ونقول لكم إلى الغد إن شاء الله.